المكنه دي تدور تلاقي عالم قدامك، ده بيحب وده بيكره، ده بيقتل ده بيتقتل، ده بيتولد ده بيموت، دي بتطلق دي بالزغرة. سيما يا بنت سيما. شخصيتنا الرئيسية النهاردة صديق المشاهد هتكون مجرم مستني حكم الإعدام عشان يتنفذ عليه، ووقتها بيجيله رجل الدين عشان يخليه يؤمن قبل ما يموت، بس بيرفض وبيقولهم طالما هتعدموني اعدموني وخلونا نخلص بدل الوقفة دي. فواحد بيبصله وبيقوله ما تقلقش، مفيش وقفة تاني، هتكون رقصة قصيرة وهتقابل رب كريم. وقتها القاضي بيقوله حكم الإعدام عليك النهاردة هيكون خدمة للمجتمع كله. تقدر تقول صديقي المشاهد إن شخصيتنا الرئيسية النهاردة طمعت في الشر كله لوحدها، وزي ما احنا شايفين كله مستني تنفيذ حكم الإعدام عليه. ووقتها بيشاور لهم القاضي عشان يبدأ الحكم يتنفذ، بس وقتها بتحصل حاجة غريبة جدا، وبدل ما بيموت على حبل المشنقة بيلاقي نفسه متمدد على شازلونج وقاعد قدامه عالم بيقوله ما تخافش، انت بس اتنقلت بالزمن من خلال الآلة دي للمستقبل، من القرن ال19 اللي كنت فيه للقرن ال20 اللي احنا فيه في الوقت الحالي، بالظبط في مدينة نيويورك بعد 80 سنة على آخر ذكرى ليك. وبيكمل كلامه بيقوله أنا معرفش الماضي بتاعك، بس الأكيد إنه مستنيك مستقبل باهر، خصوصا لأنك أول مسافر عبر الزمن في التاريخ كله، وطبعا بياخد وقت عقبال ما بيستوعب اللي حصل. في نفس الوقت اللي بيبدأ العالم يكتب ويدون ملاحظاته وبيقول إن هو اكتشف من خلال الكلام معاه حاجات أساسية زي اسمه وسنه وإن هو شغال صاحب مزرعة، وإن آخر ذكرى ليه كانت وهو على حصانه في مزرعته وأغمى عليه فجأة. بس طبعا صديق المشاهد احنا عارفين إن مش دي الحقيقة. والعالم بيدون ملاحظاته وبيستوقفه حاجة واحدة بس، وهي العلامة اللي على رقبته. وبيكمل وبيقول إحساس غير علمي وغير مهني، بس أنا حاسس إن أنا ارتكبت أكبر غلط في حياتي. الشخص ده اللي نقلته عبر الزمن شكله مش مريح، عينيه، ملامحه، شكله، كأني جبت همجي من القرن ال19 وحطيته جوه غابة القرن ال20. وبيختم كلامه بدعوة للناس اللي هتقف في طريق شخصيتنا الرئيسية بما فيهم العالم نفسه. وقتها بيتدخل المجرم اللي اتنقل عبر الزمن وبيولع سيجارته من العالم، واللي خلاه يتفاجئ ازاي ممكن شعلة نار تطلع من الهواء. بعدها بيكلم الدكتور وبيقوله انا عاوز اشوف العالم اللي انت كلمتني عنه وكمية الاختلافات دي، وازاي في عربيات مش بتجرها حصنة، والمباني المرتفعة اللي قلتلي عليها. وقتها بيجي العالم وبيفتح الستارة وبيقوله كل ده موجود واختلف عن حياتك اللي كنت فيها، بس حابب تعرف ايه اللي ما اختلفش عن الحياة اللي كنت فيها؟ الصح والغلط والمفاهيم والافكار. الغريب بقى ان المجرم لما شاف اختلاف العالم فضل يمسك ودانه بصورة هستيرية وكأنه مش قادر يستحمل ولا يستوعب حجم التغيير بين الزمن اللي كان عايش فيه والزمن اللي بقى موجود فيه في الوقت الحالي، لحد ما قدر يجمع قوته شوية عشان يرد على كلام العالم ده ويكلمه عن مفهوم العدالة والصح والغلط اللي اتكلم عنه العالم. وبدأ يقوله إن العدالة سهل تتكلم عنها وإنت بتنام كويس وبتاكل كويس. وبدأ يتحدى العالم نفسه ويقوله بنفس الآلة اللي جبتني فيها للمستقبل ارجع أنت للماضي ووريني الصح والغلط اللي هتتكلم عنه. وقتها العالم قاله مفيش حاجة تبرر لك إنك تقتل. وقتها المجرم استغرب بس خلى العالم يكمل كلامه، وبيكمل وبيقوله علامات الحبل على رقبتك بتبين إنك مجرم وقاتل. وقتها المجرم بيقوله أنت مفكر إني قتلت مرة واحدة بس؟ أنا قتلت ناس لدرجة إني ما بقتش بعدهم. وقتها العالم بيقرر إن هو يرجعه تاني، وبيقول له اتمنى انك لما ترجع تكون في نفس المكان ونفس اللحظة عشان العدالة تكون اخدت مجراها. وقتها المجرم هو كمان بيكون اخد قرار بانه يتخلص من العالم ده لانه هيكون العائق الوحيد بينه وبين حياته الجديدة. وبعد ما بيتخلص منه بيلاقي مسدس في الدرج وبياخده قبل ما بيطلع عشان يكتشف العالم الجديد اللي بقى فيه. وبيخرج للعالم كأنه طفل حديث الولادة، بيبعد عنه الناس وبيستغربهم، بيستغرب كل حاجة زي الانوار والعربيات، بس مفيش حاجة مستغربها أكتر من إنه مش فاهم إزاي الناس عايشة بكل الأصوات والدوشة دي. وبيفضل يخبط يمين وشمال لحد ما بيلاقي كابين التليفون اللي هو أصلا مش عارف يعني إيه تليفون، بس هو كان بيحاول يهرب من الصوت. بس على حظه التليفون كان فيه شخص على الخط بيتكلم، وده خلاه مستغرب جدا إزاي يطلع صوت شخص من حتة حديدة، وخلاه خايف كمان لدرجة إن هو كسر الكابينة كلها عشان يعرف يخرج. وبيحاول يهرب لحد ما بيلاقي بار، بس بيلاقي صوت موسيقى عالي جدا ومستفز، فبيكسره وبيروح يقعد. وقتها الراجل بدأ يهدده بإنه هيدفع تمن الحاجة اللي كسرها، بس المجرم وقتها عمل حاجتين، الأولى إن هو طلع سلاحه، التانية طلب 7 عشان ينسى. وفضل يسأل الراجل عن مصدر الدوشة دي كلها والألوان والإضاءة وإزاي عربيات بتمشي من غير حصنة، وطبعا الراجل جواه قالك ده مجنون، فعطاله أزايز 7 وقال له ده على حساب المحل وروح وحاول تنام. بس المجرم ما كانش مركز في أي حاجة غير التلفزيون المقفول. وقتها الراجل بياخد باله وبيشغله، بس على الحظ كان بيعرض راجل كاوبوي وبيطلع سلاحه. فطبعا المجرم اللي من الماضي عمره ما هيفهم ان المستقبل فيه حاجه اسمها تلفزيون، وفكره راجل حقيقي بيطلع سلاحه. وقتها هو كمان طلع سلاحه وضرب على التلفزيون وهرب من المكان قبل ما يجيله البوليس. وزي فرانكشتاين ما بيرجع للي صنعه والابن بيرجع لابوه، بيرجع المجرم للعالم وبيفضل يقوله انت لازم تساعدني، بس طبعا العالم بيكون مات. وقتها بتحصل حاجه غير متوقعه، وبيدخل واحد معاه سلاح عشان يسرق المكان، وبتدور خناقه ما بينه وبين المجرم وبتتطور بانه بيلف رقبته بالحبل عشان يقتله. وبتموت شخصيتنا الرئيسية فعلا بنفس الطريقة اللي كان هرب منها في أول الحلقة. وقتها الحرامي كان بيدور على أي حاجة يسرقها،
لحد ما لقى نفسه جوه آلة الزمن وبتنقله للماضي، نفس المكان اللي كان فيه المجرم في أول الحلقة، وبيموت مكانه مشنوق. وقتها راجل الدين بيسأل ازاي الشخص اللي كانوا بيعدموه اتغير، وقال هما بكده قتلوا شخص بريء. وبتنتهي الحلقة وبتعرف ان كل ساق سيسقى بما سقى، يعني شخصيتنا الرئيسية اللي قتلت ناس كتير كان مصيرها الإعدام، ولما هربت بأعجوبة بالزمن من الإعدام مصيرها فضل وراها لحد ما جه شخص لف الحبل على رقبته لحد ما مات. وحتى الحرامي نفسه اللي قتل نفس بشرية حتى لو كانت مش بريئة، بس دي حاجة بين العبد وربه، فهو كمان أخد مصيره واتعدم بسخرية من القدر غريبة بس عادلة جدا. وهنا انتهت رحلتنا في البعد الخامس من كل الأماني والأفكار والخيالات اللي بتيجي في عقلنا دايما في يوم من الأيام، حتى لو كانت بمعالجة مختلفة. واستنونا كل أسبوع وحلقة جديدة من مسلسل ذا تويلايت زون. وللناس اللي حابة تعرف أكتر عن المسلسل هقولك نبذة عنه. مسلسل ذا تويلايت زون هو أقدم وأعظم مسلسل خيال علمي في التاريخ، وكل حلقة منه ليها أبطالها وقصتها المختلفين، والحلقة قائمة بذاتها بالظبط زي بلاك ميرور. بس الفرق إن تويلايت زون هو الأصل لكل الأعمال دي، فاحنا قررنا نترجمه حلقة بحلقة وننزلها على هيئة حلقات على اليوتيوب كريفيو، وهيكون في حرق، وهتلاقي الحلقة كاملة ومترجمة على تليجرام. فما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد دايما أول بأول. أشوفكم الفيديو الجاي، سلام.